مستحيل تجربي هاد الوصفه هادي وما تبيضيش وما تفتحيش البشره ديالك، وكذلك ما تعالجيش البقع والتصبغات اللي عندك بمكونات بسيطه. خليك معايا حتى الاخير. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي صحه جيده. الوصفه ديال اليوم غنشارك معكم وصفه كتفتح، كتبيض، كتعالج تصبغات البقع الداكنه من اول استعمال. غتشوفوا واحد الفرق اللي ملحوظ وباين في البشره ديالكم. وصفه غتستعملوها لوجه الجسم كامل، غتشوفوا واحد التفتيح اللي خطير جدا جدا. اول مكون غادي نحتاجوه في هذه الوصفه وهو البطاطا اولا البطاطس. البطاطا خطيره جدا جدا في التفتيح، كتوحد اللون ديال البشره، كترطب بعمق، ايضا كتهدئ الاحمرار وكتهدئ البشره الناس اللي عندهم البشره الحساسه، كتاخر من ظهور التجاعيد حيت فيها فيتامين سي، وايضا كتقلل من البقع يعني السوداء واثار ديال الحبوب. خطيره جدا جدا في التفتيح، الفوائد ديالها زوينه بزاف. ديروا بطاطا اللي متوفره عندكم، يعني سواء الحمراء او البيضاء اللي متوفره عندكم. غتاخذوا واحد البطاطا، غادي تغسلوها مزيان وغادي تقشروها كما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد غناخذوا واحد الكاسرونه او واحد الاناء قابل للحراره، وغادي نقطعوا فيها هاد البطاطا هادي قطع اللي غادي تكون صغيره، وغادي نضيفوا ليها الماء. فكما قلت لكم الفوائد ديال البطاطا زوينه بزاف، ما تعوضوها بتا شي حاجه. استعملوا الوصفه كما عطيتها لكم باش تشوفوا نتيجه اللي زوينه بزاف، ونتيجه اللي شفتها انا وصدماتني وعطاتني يعني واحد المفعول اللي زوين بزاف بزاف في البشره ديالي. فكما كتشوفوا معايا من بعد ما قطعت البطاطا غادي نضيف عليها واحد الكاس ديال الماء، كاس كبير، وغادي نخليها تطيب ليا مزيان فوق البوطه. ودابا غادي ندوز باش ندير المكون الثاني وهو ضوف، الصابونه ديال ضوف. اللي ما كتوافقوش يعني اللي ما كيوافقوش الصابون ديال الضوف يقدر يدير صابون الجليسيرين اللي ما فيه حتى شي يعني ريحه، او لا يدير صابون ديال الحجره، او لا يدير يعني اللي متوفر عنده او اللي كيناسب البشره ديالو. فانا كنفضل الصابونه ديال ضوف. كذلك يقدر يدير ضوف العادي، يعني اللي ما فيه حتى شي ريحه. انا كندير هذا ديال الكوك صراحه كيوافقني وكيعطيني مفعول لي زوين. فغادي نحك يعني تقريبا واحد 4 صابونه، غادي نحكها على هاد البطاطا هادي وهي سخونه باش يذوب لينا هاد الصابون هذا. ومن بعد غادي ندوز باش غادي نطحنو مزيان مزيان حتى نحصل على واحد الخليط اللي كريمي كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. واحد الخليط اللي كيشهي صراحه. غادي نطحن مزيان مزيان، سواء يعني تقدروا ديروا كل يعني في الطحال الكهربائي او في مولينكس، يعني يطحن لكم مزيان وما بقاوش لكم عفوا دوك التكتلات في الماسك ديالنا، حيت ما غادي نصفيوهم حتى شي حاجه. دونك يعني من الاحسن تطحنوه مزيان. فكما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنتو غادي نديرو في واحد الاناء باش نضيف باقي المكونات. شوفوا لي على القوام اللي كيعطي واحد القوام اللي زوين بزاف بزاف وسهل يعني في الاستعمال. يعني تقدر تابليكيه على البشره ديالك او على الجسم ديالك، ويعني هو كريمي. فكما كتشوفوا معايا دابا غادي نضيف ملعقه من الطين الابيض. الطين الابيض خطير جدا جدا للبشره، كيفتح كيوحد اللون ديال البشره، كذلك كيعطي واحد الترطيب زوين بزاف. اللي ما عندوش يقدر يدير او يقدر يعوضو بالنشا او دقيق الذره. وضفت ايضا ملعقه من الارز راه معروف عليه انه كيفتح لنا البشره ديالنا، كيوحد اللون، كيأخر لنا ايضا التجاعيد حيت فيه مضادات اكسده، ايضا كيشد لنا البشره، كيخفف من البقع الداكنه. في الفوائد ديالو زوينه بزاف بزاف للبشره ديالنا. غادي ندمج المكونات ديالي مزيان، من بعد غادي ندير القليل من زيت الجوجوبا او لا اي زيت متوفر عندكم، او لا الزيت اللي كيناسب البشره ديالكم. في المرحله ديال الزيوت كتكون اختياريه على حسب البشره ديالكم وعلى حسب المتوفر عندكم. غادي ندمج المكونات ديالي مزيان، بعد غناخذ واحد الاناء اللي غيكون معقم ونقي، غادي نضيف فيه هذا الماسك هذا وغادي نحتفظ به في الثلاجه. غنخليه في الباب ديال الثلاجه لمده غيبقى لكم مده ديال 10 ايام. غتستعملوا هذا الماسك هذا وغادي تشوفوا النتيجه، وانا متاكده غادي تعاودوا تقادوه حيت النتيجه غادي تكون مرضيه.
بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، غادي نطبقوا الماسك على البشره ديالنا او على الجسم ديالنا. غنطبقوه وغادي نخليوه لمده ديال 25 دقيقه حتى 30 دقيقه. من بعد غادي نغسلو وغتشوفوا البياض من اول استعمال. نتوما عقلوا على يديا، يعني ملي درت هذا الماسك هذا ملي غادي نغسلو غتشوفوا واحد البياض في يديا اللي خطير جدا. يعني من الاستعمال الاول غيبان لكم الفرق. الا داومتوه غتشوفوا واحد النتائج اللي خطيره جدا جدا للبشره ديالكم. شوفوا معايا من بعد ما غسلت الماسك من اليدين ديالي وما خليتوش بزاف، خليته تقريبا واحد ربع ساعه، واحد البياض وواحد الترطيب راه خطير جدا جدا جدا. الناس اللي عندهم البشره الجافه يديروا زيت جوز الهند باش يعني الصابون ما ينشفش لهم البشره ديالهم، وغادي تشوفوا وتستمتعوا ليا بالبياض وبالرطوبه وبالنعومه اللي غادي تكون في البشره ديالكم مورا هاد الماسك هذا. وانا متاكده غادي يعجبكم ومتاكده غادي يعطيكم نتائج اللي زوينه بزاف بزاف. فتل هنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم وتستافدوا منه، كذلك يعطيكم نتائج اللي زوينه بزاف. تهلاو ليا فراسكم، تلقاو فيديو اخر ان شاء الله بحول الله في وصفه طبيعيه جديده وامنه على البشره ديالنا. تهلاو ليا فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.